وصفة النهاردة سريعة وخطيرة، فطاير بطريقة تحفة، ما فيهاش خبز ولا تخمير ولا اي شيء. معانا هنا 4 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة من البيكنج باودر، ربع كوباية زيت، ونص كوباية من الزبادي، ورشة الملح. وهنعجن بالمية على حسب بقى ما نلم العجينه. يعني انا ما حطيتش مقدار معين، انا فضلت احط في ميه واحده واحده لحد ما اتلمت معايا وبقت كده شبه المستيكه تحفه، بتمط كده مط فظيع. ممكن تقطعيها على البورد بتاعك بالقطاعه وتبقى القطع متساويه، وممكن تقطعي بالطريقه اللي انا قطعت بيها دي في الفيديو، كور بقى كده وكلها تكون حجم واحد. وبعد كده هنغطي الكميه بتاعتنا عشان ما تعملش قشره. هنفرد اول واحده باي بقى بواقي اكل عندك في التلاجة احشي بيها. انا كان عندي لحمه مفرومه حطيت عليها شرايح من الجبنه وقفلت، وكان عندي ممكن تونة، ممكن تحطي بطاطس، زيتون وطماطم وفلفل وجبنة زي ما بين عندكم، تونة، تركي مدخن، جبنة، اي حاجة، جبنة بزيتون، جبنة مع نعناع، سبانخ المتوفر عندك. بعد ما خلصنا بقى الكمية على نار متوسطة جدا، اهدى من الهادية، هنحط في طاسة ما تكونش بتلزق، وكل ما تتشمع نفضل نقلب فيه، مش تفضلي سايباه على جنب واحد، انا مش عايزاه يتحرق او جنب يستوي وجنب لا تماما، بالطريقه اللي باين عندكم في الفيديو. خلصنا الكميه بالشكل ده. انا حتى بنفس العجينه عملت بيها كمان ايه مفاجاه، هتشوفوا دلوقتي هوريكم. اول واحده هنفتحها، شايفين الطراوه وقد ايه هي هشه من جوه، تتاكل ايه هوا كده، حاجه كده تحفه، تنفع فطار وغدا وعشاء، وتشيليها في بوكس عندك تحتفظي بيها، مش هيحصل لها اي شيء. الحشوة التانية اللي كنا عاملينها باللحمة المفرومة والجزر، اي بواقي عندك حتى لو فراخ احشي بيها، ببروني احشي، اللي عندك احشي. بص بقى انا كمان الحشوة التالتة كانت ايه المفاجأة، بنفس العجينة دي حشيت بيها نوتيلا وطلعت شايفين تحفة خطيرة ملهاش حل. وصفة اللوز. لو بتتضايقي انك تعملي معجنات اعمليها بالطريقة دي من غير تخمير ومن غير اي حاجة، وهتطلع اللوز زي ما بقول لكم. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي هدير، ما تنسوش طبعا اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد، وبألف هنا وشفا.